ولهذا قاعد يعذب الحيوانات. في سوق الطيور اللي عندنا بالكويت تروحون مرات بعيالكم بتشوفون كتاكيت صغيرة، هذه محرومة حتى من شيء اسمه ماكينة، حتى ما شافت في الدنيا شيء اسمه ترعاها وتطعمها. ياخذون الكتاكيت هذه شو يسوون؟ يلونونها احمر ووردي واخضر واصفر، شفتوها بالسوق مو بس بالكويت، اكثر الدول موجود. تدرون شلون يصبغون هذه الكتاكيت؟ احنا على بالنا يمكن يسكرون عينها وفمها ويرشونها رش وما فيها شيء، عادي قاعد يلونونها يعني في النهاية. شو المشكلة يا شيخ؟ يا ليت الأمر لهذه الدرجة أنه والله يرعون الكتكوت هذا وبهدوء يأخذونه ويصبغونه. لا، راح تشوفون الحين التقرير كيفية صبغ هذه الكتاكيت، وأنا متأكد اللي يشوف التقرير يقول هذا اللي قاعد يصبغها ما في ذرة رحمة، ذرة رحمة ما في. شوف شلون يقطهم، قاطم فوق بعض سطل، وشوف شلون يخلطهم، وشوف يعني العذاب اللي قاعد يعذب فيه الكتاكيت فقط عشان يصبغها ويبيعها. لا، وبعض يمكن يموت، الصبغ يدش بعينهم يدش بفمهم ويرميها ويخلطها مثل والله تقول أكل قاعد يخلطه، ما في أي رحمة. العيب مو فيه، العيب في كفيلة، العيب في وزارة التجارة اللي سمحت لهم. والله لو في دولة أوروبية هالتقرير يطلع يمكن المحاكم تجرجر واحد منهم هذيل، يمكن تقطهم سجون هالأشكال هذه اللي ما عنده أي رحمة لهذه المخلوقات الضعيفة. ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة، ومن أعظم الرحمة على هذه الحيوانات المسكينة الضعيفة اللي ما عندها أحد يدافع عنها. أنتم ما بقى إلا الحيوان، حتى الحيوانات احنا نكتب فيها. امرأة دخلت النار في قطة حبستها ما أطعمتها دخلت جهنم. ديننا يرحم الحيوانات. خلينا نشوف التقرير وبعدين نعلق عليه، لأن التقرير خطير، ونوجه نداء لكل المسؤولين بالتجارة والبلدية وغيرهم بالداخلية وغيرهم أن يهتموا لهذه القضايا ويراعوها، ويا ليت يطلعون بعض المحامين يرفعون قضايا على هذول الناس وعلى كفلائهم اللي قاعدين يعذبون خلق الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. من لا يرحم لا يرحم.